السلام عليكم ورحمة الله. لا زال البحث جاري عن مهاجم سوبر للنادي الأهلي. برونو جديد يقترب من الأهلي في يناير، برازيلي وأسمر. لا يزال الأهلي يواصل محاولاته من أجل تدعيم صفوفه التي عانت بشكل كبير على مستوى جميع المراكز منذ بداية الموسم الجاري، وده لعدم دخول النادي في سباق الانتقالات بقوة رغم حاجة النادي لتدعيم مشروع السويسري مارسيل كولر. مارسيل كولر يتابع برازيليا جديدا لضمه للنادي الأهلي، ويبدو أن مارسيل كولر يميل إلى المدرسة البرازيلية في التدعيمات الهجومية للفريق، وذلك بعد دخول برونو فيليبي جناح أمونيا القبرصي ضمن حسابات السويسري من أجل انضمامه للنادي الأهلي في يناير الحالي، في ظل العقم التهديف الذي يعاني منه الأهلي منذ بداية الموسم الجاري وعدم رضاه عن مستوى مهاجم المارد الأحمر. الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية لضم برونو. الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الفريق الذي ينافس في الدوري القبرصي من أجل مطالبته باللاعب برونو فيليبي بشكل رسمي، لكن اللاعب بات محط أنظار كولر إذ يثق في قدراته على سد الفجوة الهجومية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة، وذلك لتراجع مستوى المهاجمين كما أشار المدرب السويسري كولر في وقت سابق. يشار إلى أن حال انضمام برونو فيليبي إلى الأهلي سيكون المهاجم البرازيلي الثاني الذي ينضم إلى الفريق خلال العام الجاري بعد برونو سافيو الذي جاء من الدوري البوليفي عبر بوابة نادي بوليفار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بمقابل مادي ضخم، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى تلك اللحظة.